واحنا بنتكلم عن زياده سنويه معتاده، يمكن بنزود حد ادنى الاجور، لازم برضو نمسك الموضوع بعداله، يعني زي ما الحكومه قايله في المذكره الايداعيه للعداله الاجتماعيه بين الفئات في الدوله والعاملين وغيره. نفكر الحكومه بالماده 13 من قانون ربط الموازنه عام 2015 اللي بيجدد كل سنه وماسك الاساسي على 2014. لما بنيجي بنسمع كلام الحكومه بنسمع كلام عظيم. لسه السيد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي بيتكلم على ان احنا احسن من غيرنا، مصر الوحيده في العالم اللي لما الاسعار بتزيد ما بتزودش بسرعه وبتاجل. طيب الدكتور مصطفى مدبولي تولى في 2018 والنهارده 2026 الكهرباء زادت 762%، المترو زاد 925%، اسطوانه البوتاجاز 1150%، الغاز الطبيعي 1500%، البنزين 594%، الدواء 300%، مواد البناء 600%، الفراخ البيضاء 450%، اللحمه 500%، سعر الصرف الرسمي 186%، التضخم من 8% ل 40%. لكن احقاقا للحق الاجور الحمد لله زادت من 1200 جنيه ل 8000 جنيه، ارتفعت 400%، لكن الحقيقه انها بالدولار كانت 168 دولار بقت 122 دولار. هذا ما نقدمه للمواطن المصري، هذه هي حقيقة الأرقام. الحقيقة أن المواطن المصري النهاردة بقى عنده شعور متزايد أن كل اللي ما يخصه بقى مسار قلق، مسار ضجر، مسار خوف على مستقبل. الأسعار بتلتهم الدخول، الخدمات بترهق الناس، والمستقبل يبدو أثقل من أن لا يحتمل. أنا باسمي وباسم حزب العدل برفض هذه الزيادة. شكرا فندم.